تصور مثلا في مقالة للأستاذ عمرو حمزاوي على التويتر، موقع التويتر الخاص به، يقول: هل يتماشى مع أنسنة مصر جنة الإنسان، هل يتماشى مع أنسنة مصر أن تقطع أيدي وأجزاء أخرى من أجساد المواطنين ويمثل بجثث، وتجد مثل هذه الجرائم الجرائم من يدافع عنها باعتبارها القصاص والردع؟ يبقى هذه جرائم عند الأستاذ عمرو حمزاوي ضد أنسنة مصر، يعني ضد الإنسانية. يبقى ما أمر الله عز وجل به من قطع يد السارق ومن القصاص، واحد اقتلع عين واحد، يبقى الآخر بالخيار إما أن يقبل الدية وإما أن يقتلع عينه أيضا. هذا حكم الله عز وجل، لكن الأستاذ عمرو حمزاوي يرى أن هذه جرائم ضد أنسنة مصر. خلي بال حضرتك، نحن مقبلون على انتخابات، الذي ينتخب أصحاب مثل هذه العقائد سيكون مشاركا لهم. وأنا دائما ما أذكر الحديث الذي رواه أبو داود من حديث العرس بن عميرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها. وأنا أشهد الله أنني أنكر هذا الكلام وأنكر قائله أيضا. أنكر قائله أن يكون إنسانا الذي يتهم حدود الله عز وجل بأنها جرائم وضد الإنسانية، هذا إذن يزعم أنه أرحم بالعباد من الله خالق العباد سبحانه وتعالى، وأحكم من الله وأعدل من الله عز وجل. إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. أنت لابد أن تكون حذرا. وأنا بلغني أن مواقع كثيرة من المواقع الليبراليين يسوقون فيها كلاما لي أنا قلت فيه: ينبغي أن تنتخب ذا الكفاءة، لكن حذفوا الشرط الآخر، أن يكون من أهل الديانة، من المحافظين ومن المنادين والحريصين على تطبيق شريعة الرحمن عز وجل. حذفوا هذا الكلام، وهذا من التدليس المرعب والعياذ بالله، أن يتلاعب في كلام الناس ليستنبط منه معنى غير الذي أراده المتكلم. هل هذه أمانة؟ هل هذا من الأمانات؟ أنا أقول وأستشهد بكلام أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وهو يوصي عماله على الأمصار: وعليكم بالصلاة حافظوا عليها فإن من ضيعها كان لما سواها أضيع. من ضيع الصلاة كان لما سواها أضيع. فما ظنك بمن يريد تضييع الشريعة مهما كانت كفاءته؟ وأذكر أنني قلت في كلمتي هذه إن خير من استأجرت القوي الأمين، وإن لم يكن الإنسان أمينا على شريعة الرحمن عز وجل فكيف تتصور منه أمانة بعد هذا؟ صحيح إن ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. لكن ليعلم كل مسلم أن تطبيق الشريعة وأن إرادة تطبيق الشريعة التي تستقر في القلب لابد منها. الذي يكره تطبيق الشريعة أو لا يريد أن تطبق الشريعة، هذا عليه أن يراجع إسلامه مرة